شو اللي يخلي مصباح يلمع مثل الزجاج ومصباح ثاني تشوفه تحسه مطفي أو كأنه ما في نفس النعومة؟ طبعا أكثر شيء يأثر على هاي الموضوع هو نوع الخامة نفسها. في خامات بطبيعتها أنها هي مطفية، وفي خامات بطبيعتها أنها هي تلمع أكثر من غيرها، ولكن في الخراطة في أشياء تخلي الخامة حتى لو كانت مطفية تلمع بشكل جيد وممتاز. بتكلم عن هذه النقاط الثلاثة. أول عامل هو مراحل التنعيم. في ورق اللي هو ورق السنفرة، هذه نفس مال الأطواف اللي يستخدمونه، شيء مشابه له، عدد مرات تنعيم اللي تمر عليه الخرزة الواحدة. بمعنى ممكن الخرزة الواحدة تمر على مرحلتين أو 3 أو 4 أو ممكن تمر على 10 مراحل. كل ما زادت عدد هاي المراحل وكل ما كانت كل مرحلة الفرق بينهم أقل، يعني بمعنى تبدأ أنت مثلا تنعيم على خلينا نقول 100، وبعدين تتدرج وتروح على 200، بعدين تصعد تروح على 500، بعدين تروح ل 800، وبعدين تروح ل 1200، وتصعد لما توصل حق 4000. إذا نطيت من رقم لرقم أو اختصرت أو على طول يعني تجاوزت مثلا مرحلتين وبعدين نطيت بعدين مرحلتين، بتشوف أن الخرزة يقل معانها. هذه أول عامل من العوامل المهمة. النقطة الثانية تتعلق بالتلميع. احنا قلنا النقطة الأولى تتعلق بالتنعيم، النقطة الثانية تتعلق بالتلميع. كل خامة لها يسمونها صابونة، اللي هي هذه لها صابونة مختلفة عن الثانية. انتوا قولوا لي شنو تسمونها عندكم، لأنها تستعمل في وايد أشياء، تستعمل مع المعادن، تستعمل في وايد هوايات، ولكن احنا نستعملها في السبح. مع كل خامة نستعمل لون مختلف ونوع مختلف عن الثاني عشان يطلع اللمعة بشكل أفضل. النقطة الثالثة اللي تأثر في لمعان المصباح هو ايش كثر مر هاي المصباح على عملية التلميع، وهل بس نص الخرزة هي اللي مرت على جهاز التلميع، ولا ايضا من جهة التخريم ومن فوق ومن تحت ومن كل مكان، بحيث ان الخرزة كلها خذت يعني خلينا نقول حاصلها من تلميع، لان هذا الشيء ياخذ وقت ويتطلب ايضا خبرة ومعرفة.